اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة جاية لكم بقى فيديو تحفة. شايفين السمنة اللي انا عاملاها دي؟ شايفين الترميلة بتاعتها؟ وبجد مش عايزة اقول لكم طعمها تحفة. بصوا الترميلة، وسمنة بلدي بقى صافي صافي، يعني حاجة كده بخيره على صح الصح. وهقول لكم بقى عملتها ببلاش كمان ولا كلفتني اي حاجة. البرطمان ده بيشيل كيلو صافي. وكمان اللي هو الصغير ده بتاع مايونيز، يعني في حبة كده صغيرين. وعملتها ببلاش وهقول لكم ازاي. بصوا بقى، انا بشيل وش اللبن البلدي. طبعا لما بنغليه ونحطه في التلاجة بنشيل الوش تاني يوم. بيبقى عندي وش قشطة بنحوشه بقى في التلاجة. انا محوشاه في علب الجبنة اللي هي البريزيدون دي. بنجيب الجبنة وبستغل العلب بتاعتها وبحوشها. عندي 4 علب من القشطة، وعندي كمان علبة التلاجة دي مليانة، والبولة الصغنونة الازازة الصغنونة دي. شوفوا بقى الكمية دي هتطلع لي قد ايه قشطة. انا هعمل بس الاربع علب جبن البلاستيك مع البولة الصغيرة دي. هعملهم لوحدهم، هوريكي طريقتين ازاي تعملي بيها السمنة. طريقة سهلة جدا. انتي بتبقي طبعا محوشاهم في الفريزر، بتطلعيهم قبلها لغاية ما تفك. بس مش تفك اللي هي تفك على الاخر وتبقى مية، لا تبقى ساقعة بس المضرب يقدر يلفها. انا دي هعملها بالعجين. والعلبة البلاستيك العلبة التلاجة التانية هعملها بطريقة تانية، عشان انتي لو ما عندكيش عجين مش هنعملها، لا هنعملها واقولك كمان على طريقة تالتة. عشان لو ما عندكيش ولا عجين ولا مضرب، هتودي القشطة دي كلها فين؟ حرام خسارة، ودي يعني خير اللبن. بصوا فضيتها هنا وحطيت عليها نص معلقة من الملح. ليه بقى الملح؟ الملح هيخليه تفصل ما بين القشطة والسمنة وكمان الشرش اللي بيطلع منها. هفضل اضربها بقى كده على سرعة بسيطة في الاول، وبعد كده بضرب زيادة. هتحس ان هي مسكت في بعضها وعملت زي الزبدة كده. بصوا انا هنا ما فصلتش عشان اوريكم، بتحس ان هي بتتكتل على بعضها. بعدين شايفين الحروف بتاعة البولة فيها كده زي مية، وابتدت ان هي تتفرول. اول ما تتفرول كده انت كده وصلتي للمرحلة. بصوا لما بمسكها بايدي في لبن كده في ايدي. اوعي تضربي اكتر من كده. هتضربي اكتر من كده هترجع تاني تتكتل تاني. هي كده كانت تمام. اديتها ضربة بس كده بسيطة، هنا كانت بداية ان هي آه تفصل. انا بوريكم المراحل. هنا خلاص فصلت، شايفين ازاي؟ اهو. ادي بقى في كتل كده مفرولة، وفي زي لبن كده من تحت. طيب هنجمعها بقى دلوقتي ونعملها كور زي الفلاحين اللي بنجيب من عندهم الزبدة، بتبقى كور كده وبتجيلنا كده واحنا بنسيح. ببتدي ان انا اعصرها كده كويس ما بين ايدي. طبعا يا جماعة ما ينفعش بقى جوانتي والحاجات دي، ايدينا نظيفة وزي الفل وطول النهار في المية. ببتدي ان انا اعصرها كده، اخد جزء بجزء بايدي. بصوا اللي نازل منها ده اهو. وطبعا الشرش اللي احنا بنجمعه في الاخر ده ما بيترميش، تحطيه في كيس وتستخدميه تطلعي تعملي منه بيتزا. طبعا عليه نسبة ملح، فما ينفعش ان احنا نعمل بيه كيكة. تعملي بيه بيتزا، تعملي بيه معجنات، تعملي بيه شوية قرص. حشيها جبنة رومي، حشيها جبنة تلاجة. بجد بيكون تحفة تحفة وبيدي نتيجة حلوة أوي للمخبوزات. بصوا بقى شكل القطعة زي اللي بنجيبها بالظبط من عند الفلاحين، وما كلفتكيش ولا 3 مليم. وعملت الطبق اللي عملته دوا الكور دي. بصوا 3 6 8، طلعت 8 كور كبار. وادي الشرش كمان هنستخدمه من وش اللبن بس. وكل ما اللبن يبقى تقيل معاكي وبخيره كده وحلو، كل ما يبقى يطلع معاكي زبدة احسن. طبعا ده لبن بلدي، لبن بقري بنجيبه من عند الراجل اللبان، او لو بتجيبي من مكان معين. وحطيت هنا الشرش في علبة وهحفظه. والباقي العلبة مكان القشطة، والباقي هتحطيه في كيس سندوتشات كده وتربطي عليه وتشيلي. دي كده بالنسبة للشرش اللي طلع منها. هسيح بقى الجزء التاني اللي هي كانت علبة التلاجة.
هحطهم بقى طبعا هنا مكان مكان الضرب الاولاني، الفصل الاولاني. بصوا هي جامدة اهي، بس مش جامدة على الاخر، يعني برضو فيها ليونة كده شوية. حطيت لها برضو حوالي ربع معلقة ملح، وهضربها بالمضرب الكهرباء. يعني انت دلوقتي عندك عجان، العجان بس اللي بيفرق ما بين العجان والمضرب ان العجان بيفصلها اسرع، حوالي 10 دقايق لربع ساعة، اقل من ربع ساعة بتكون فصلت. المضرب بيحتاج ان انتي تضربيها اكتر، وبصراحة بتوجع الايد وانتي ماسكة المضرب، والكمية ما بتبقى كبيرة بتاخد وقت اكتر. فبرضو بعمل نفس الخطوات، بفضل اضرب فيها والف البولة علشان تفصل معايا. زي ما انتوا شايفين كده هي ابتدت ان هي ايه، تتفرول بسيط، وبعد كده هتبتدي تفصل زي التانية بالظبط. طب انا ما عنديش ولا مضرب ولا عندي عجان، اعمل ايه؟ هتحطيها يا ست الكل في طبق كبير واسع، وتحطي برضو عليها الملح، وتفتحي كف ايدك كده، وتعمليها براحة ايدك بصوابعك، وتفضلي رايحة جاية رايحة جاية في اتجاه واحد بسرعة بسرعة بسرعة. طبعا هتوجع، بس هي طريقة متعبة شوية. هتفضلي تلفي 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 فيها، وافصلي مثلا كده شوية ولفي تاني، هتلاقيها برضو فصلت معاكي. يعني بأي حال من الأحوال هتطلعي سمنة بلدي. دلوقتي الكيلو عدى 220 جنيه، اللي هي مش مغشوشة، يعني 220 و250 جنيه. ويا عالم جايلك مغشوشة ولا لأ، انتي هتطلعيها وهتكون زي الفل معاكي. خلاص انا كده خلصت الجزء التاني وعملته بقى، انا ايه اختصرت لكم بدل ما اقعد ايه اصفي معاكم واطلع الشرش والكلام ده كله. دي اللي هي اللي انا عملتها معاكم الاولانية خالص، اللي هي كانت في علب التلاجة، وعملناها وكورناها مع بعض. هبتدي بقى، انا سبتها في التلاجة بصراحة لتاني يوم زي ما هي كده، وجيت بقى هسيحها. هتسيحيها زي ما انتي بتسيحي زبدة جايباها من عند الفلاحين او جايباها من السوق زي ما بتجيبيها. بصوا شكلها هي كده، اول ما بتسيح انا كنت معليها عليها بس لغاية ما ساحت واقفة جنبها، وبعدين هديت عليها النار وابتديت اقلب فيها، وحطيت لها الشياطة من تحت علشان الحلة دي ستانلس. بصوا يعني عدى عليها حوالي ايه نص ساعة، وابتدت ان هي تعمل رغاوي كده وتبتدي ان هي تفصل. ما خدتش معايا وقت خالص، وبجد كانت ريحة السمنة قلب الدنيا، سمنة بلدي صافي بخير اللبن بجد. ريحتها بجد كانت حلوة جدا. وانا دلوقتي بقول لكم الفيديو ده بعد ما كمان طبخت بيها وعملت مكرونة بشاميل وعملت اكل بيها، بجد تحفة تحفة، وريحتها وطعمها جميلة جدا. بصوا هنا خلاص ابتدت ان هي تفصل خالص اهي. بس العيب بقى اللي فيها ان هي في الاخر اللي بيبقى تحت ده ما بيبقاش مرطة زي الزبدة العادية، بيبقى فرولة كده بطعم كأن قشطة مفتولة، يعني مش مش مرتة هتاكلوها. لا هي ده بصراحة انا برميه، لو في حد بقى بياكله معرفش، يعني لو حد بيعمل الطريقة بتاعتي دي وبيجمعها ياكلها مش عارفة. بصوا بقى السمنة بجد صافية جدا، لونها زي الكريستال كده، يعني صافية صافية. وهنا بقى بعد ما صفيتها بمصفى ضيقة تصفيها على بق البطرمان كده، وتبدأي تنزلي من الحلة علشان ما ينزلش الفتفتة دي فيها. بصوا رايقة وجميلة وشكلها عامل ازاي. هي كده وهي لسه مصفياه دلوقتي. وكمان الحبة دول حلوة جدا جدا وموفرة قوي قوي، وعملت كيلو زيادة سمنة من غير ولا مليم. ده بقى هو حطيته في كيس عشان هرميه بصراحة، اللي هو بيبقى ال- اللي بيكون تحت راقد في الحلة من تحت بتاع القشطة، ده مش بيتاكل. بس كده برميه. شايفين بقى شكل السمنة بجد تحفة، وطعمها وريحتها تجنن. جربوا الطريقة دي، بدل ما في ناس كتير، انا اعرف ناس كتير بترمي القشطة في الزبالة او في الحوض. بجد حرام، حوشيها وهتستفادي منها، وانتي اولى بكل جنيه. الحاجة غالية، واستفادي من اي حاجة تعمليها في البيت بايدك ونضيفة وجميلة. وشايفين بقى بعد ما سبتها لتاني يوم كده على الرخامة، ما حطيتهاش في التلاجة ولا اي حاجة. شايفين بقى قد ايه السمنة لونها ابيض ومرملة، ابيض بخضار كده فاتح، بس هي مش باينة في الكاميرا ومرملة. بجد بجد حلوة جدا الطريقة دي، جربوها وما ترموش حاجة من بيتكم.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش لايك كتير للفيديو وشير كتير، ومع السلامة.